مرحبا بالناس الكل. كيما شفتوا في العنوان باش نحكيو على الفورماسيون معناها المثاليه للنادي الافريقي ضد البتلاوي وبوادر الفراج في تقريبا في ملف الشريمي. قبل ما نبدا معناها في محتوى الفيديو حبيت انه نوصل صوت فان من اللي فان نتاع الشين نتاعنا اللي هي جرينتا بلوس، وين قال انه نحبكم توصلوا لي صوتي انه معناها تونو بالشورت الاحمر هو مبروك على النادي الافريقي عكس الابيض. وهذا معناها اللي وصى به فان من اللي فان من شين يوتيوب اسمه حسان سليمي. يقول له حسان سليمي راهو صوتك وصل، ان شاء الله صوتك يوصل لاداره النادي الافريقي. كما قلنا باش نبداو بتشكيله النادي الافريقي المثاليه ضد فريق النجم الرياضي بالمتلوي. نعرف الماتش هذا يتلعب في المتلوي بالذات وبعد ماتش ممتاز ضد شبيبه العمران في العمران بالذات وفيه بثلاثه بلاش لصالح فريق الاحمر والابيض. نحب ننوه انه النادي الافريقي السنه نسخه جديده بما انه قاعد يربح الاكستيريور اكثر حتى من الانتريور. معناها في ملعب رادس شفناه خسر كونتر ترجي جنوب وعمل نيول مع النادي الصفاقسي ايجابي بالطبيعه، ومن ثم ربح السيابي في بنزرت وربح ليتوال في سوسه وربح العمران في الشاذلي ازويتن. معناها نسخه النادي الافريقي هذيا قاعده تتحسن وان شاء الله كيما نشوف الربح الاكستيريور. تو مش نحكي عليها النقطه ذي من بعد في وسط الفيديو، لكن النقطه ذي الاكستيريور معناها نقطه مضيئه، نقطه باهيه على الاخر وتفرح، خاطر كي تولي تلعب في الروتور وتلعب على ارضيه ميدانك تقريبا النادي الافريقي باش يلقى السفل وباش يلقى روحه الاكيد. باش نحكيو على التشكيله المثاليه للنادي الافريقي ضد نجم المناجم. تقريبا في حراسه المرمى باش نلقاو موهبه الشامخ، وانا اللي حبذ وحكيت 7000 مره على انه ادريس العرفاوي ياخذ فرصته، خاطر الحراس الكل خذوا فرصتهم كان ادريس العرفاوي. على مستوى الظهير الايمن نلقاو حسام حسن رمضان اللي كيف ما خذاش فرصته على حساب غيث الزعلوني. على مستوى الظهير الايسر اللي عجبت به ملاعبي وعمل دوز اسيس ديسيزيف ضد شبيبه العمران اللي هو اسامه السهيلي. على مستوى المحور كالعاده نلقاو حمزه بن عبده وعلي يوسف، علي يوسف اللي سجل هدف كونتر العمران في اخر المقابله. وعلى مستوى خط وسط الميدان الاكيد اللي مش نلقاو سيدو خان اللي عمل ماتش ممتاز ضد شبيبه العمران، وناقصوا برك الريتم نتاع الماتش فوات فقط ونشوفوا سيدو خان معناها لاعب ممتاز على الاخر وشفناه ضد شبيبه العمران. وان شاء الله فوزي بن زنتي يعاود يهبطوا كونتر نجم المتلوي وما يرجعش غيث اصغير. كيف معاه الصدق محمود الاكيد انه ماتش سانستيتيك كيما ذاك والصدق محمود لعب في قربه ويعرف نوعيه الملاعب هذيك. الصدق محمود لازم يكون موجود على مستوى خط وسط الميدان مع سيدو خان. ومن ثم نلقاو يا اما يحيى المتيري اللي ظهر لي فما اصابه نتاع يحيى المتيري، الشريمي ماهوش مؤهل دونك مش نلعبوا شرف الدين عوني كوسط ميدان، واللي نتسائل عليه جبتوه من فريق الاولمبي الباجي كيفاش مش تلعبوا. على مستوى خط الهجوم اللي قاعد هاز الفريق على كتافه تقريبا يقدم في الاضافه، واللي هو فراس شواط قدم الاضافه في النادي الافريقي وقدم الاضافه في المنتخب التونسي. على مستوى الجناح الايمن نلقاو فيليب كيزومبي اللي فوزي البنزرتي الكوتش فوزي البنزرتي اعطاه فرصته واعطاه الوقت، وانا نشوفه هدف ممتاز وغايه في الروعه ضد فريق شبيبه العمران. وعلى مستوى الاليي غوش الاكيد انه مش نلقاو بلال ايت مالك مكان الخضراوي بما انه في التشكيله هذه خسر مكانه في وسط الميدان. هذه كانت التشكيله المثاليه واللي لازمها تهبط كونتر نجم المتلوي الاكستيريور. نعرفوا انه راهو نجم المتلوي فريق ماهوش سهل راهو خاصه على ارضيه ميدانه، ما نحبوش نشوفوا نول ولا تعادل سلبي ولا ايجابي. النادي الافريقي كان يربح نجم المتلوي في المتلوي صدقني باش يكون في الثنيه صحيحه باذن الله. تقريبا في اخبار متفرقه او الملف الحارق اللي باش نحكيو فيه وحكينا فيه 100,000 مره اللي هو ملف اللاعب اسامه الشريمي. مش ناخذوا اخر التطورات في ملف اللاعب. ملف انتقال اللاعب اسامه الشريمي الى فريق الاحمر والابيض بات اكثر تعقيدا مما كان متوقع. فبعد توقيع اللاعب على العقود بشكل رسمي ووضعه في الجامعه التونسيه لكره القدم من اجل الحصول على اجازه فنيه للجوار، وجه فريق قصويح الليبي عقبه قانونيه حالت دون تاهيله مؤقتا، وذلك اثر تلقي الاتحاد الدولي لكره القدم ولجنه المنازعات واوضاع اللاعبين اوراق رسميه معناها من السويح للليبي تاكد انه اللاعب مازال مرتبط معه بعقد ممتد لموسم اخر بعد ان امضى على ملحق عقد. هذه المشكل في ملف اسامه الشريمي انه مصحح ملحق عقد مش عقد رسمي. هذا اللي عقد شويه الملف هذا. تم اخذ حيز زمني اخر للتاكد ان كان الامضاء على الملحق كان في الاجال القانونيه او خارج الاجال القانونيه، خاصه ان جوار اسامه الشريمي وكيل اعمال ومتشابثين باش يلعبوا في النادي الافريقي، وعدم العوده الى سويحلي مؤكدا ان فريق السويحلي الهدف من كل هذا الاشكال هو ربح بعض الاموال باش يربحوا شويه فلوس
وما يخرجش بلاش. القضيه ما تتوقفش عند الحد هذايا. ظاهره على سطح ملف جديد خلال هذا الاسبوع يتعلق بمطالبه نادي البشائر الليبي اللي هو فريق اخر ماهوش السويح الليبي بقيمه منحه التكوين والتي تبلغ تقريبا 240 الف دينار، لان فريق الاحمر والابيض مصنف ثاني، وهي مطالبه تدخل ضمن حقوق الانديه التي اسهمت في تنشئه المواهب وصقلها. معناها ملف هذا موضوع اخر جمله في ملف اسامه شريمي، واللي باش يزيد اكيد باش يعطل شويه تاهيل الملاعب نتاعنا. ما بين حقوق الانديه وتشابك النصوص القانونيه يبقى المؤكد ان اسامه شريمي باش يتحصل على بطاقه الانتقال الدوليه المؤقته، لكن طول الاجراءات وكثره التعقيدات الاداريه بالطبيعه والاعتراضات باش تاخذ شويه وقت، خاصه انه سويحلي الليبي ارتكز في مراسلته للفيفا على ارساله لوثائق رسميه للنادي الافريقي من شهر جويلية تؤكد ان اسامه شريمي على ذمه الفريق الليبي، الى جانب اعلام رسمي من طرف الاتحاد الليبي لكره القدم، في حين ان النادي الافريقي اكتفى بالوثائق المقدمه من طرف اللاعب ووكيل اعماله في انتظار ما سوف تسفر عنه المعطيات الجديده في تاهيل اللاعب، خاصه بعد دخول الجامعه التونسيه لكره القدم باعتبارها هيكل رسمي وقانوني لكره القدم اللي بامكانه التواصل مع لجنه النزاعات في الاتحاد الدولي لكره القدم، وهذا اللي معاملين عليه اكيد الجامعه التونسيه لكره القدم باش تضرب على حقوق الانديه ومنها النادي الافريقي. هذا كان تقريبا ملف الشريمي، ان شاء الله يتحل في اقرب الاجال. نعرفوا الملاعبي اذا باش يكون موجود في خط وسط الميدان مع سيدو خان وصدق محمود، صدقني باش يكون مليو مرعب. يجري النادي الافريقي اخر حصه تدريبيه في حديقه والتوجه نحن مدينه توزر بالطياره. يصل وفد النادي الافريقي المطار توزر نفط الدولي في المساء، وسوف يقضي الليله في احد نزل توزر، وباش يعمل حصه تدريبيه نهار السبت الصباح على ارضيه الملعب الاصطناعي لجريده توزر. باش تكون فما جماهير النادي الافريقي متواجده اكيد باعداد غفيره جدا في مطار توزر نفطه باش تستقبل كامل وفد فريق الاحمر والابيض. في تاريخ المواجهات المباشره بين الكلوب افريكان ونجم المتلوي لعب النادي الافريقي 45 مقابله بالتمام والكمال ضد فريق نجم المتلوي، وربح 16 وتعادل 4 وانهزم في 5 مناسبات فقط. اعرض انتصار كان لفائده النادي الافريقي بنتيجه 5-1 نهار 27 افريل 2018. تعيين الحكم حمزه جعيد لاداره لقاء نجم المتلوي والنادي الافريقي نهار لحد 21 سبتمبر 2025 مط 3:30 بالملعب البلدي بالمتلوي. المقابله باش تكون منقوله على قناه الوطنيه الاولى. نمشيو الاخبار متفرقه، حيث جلس الحارس ادريس العرفاوي اللي ما خذاش فرصته واللي حكيت عليه 100,000 مره. ادريس العرفاوي قعد مع المسؤولين واعرب عن رغبته في مغادره النادي حتى على سبيل الاعاره باش يكسب وقت ويلعب او امكانيه فسخ عقده. ان شاء الله ما تصيرش امكانيه فسخ العقد. نعرفوا ادريس العرفاوي بصراحه لاعب كبير في الجول ولازم ياخذ فرصته، بصراحه لازم ياخذ فرصته، ماهوش كاتيجوري نتاع جول ثالث معناها بصراحه. وحسب اخر المعطيات تلقى النادي الافريقي عده طلبات من فريق تنشط في الرابطه المحترفه الاولى باش تم تدب ادريس العرفاوي على سبيل الاعاره، ابرزها نجم المتلوي، اتحاد بن جلدير وترجي الجنوب. بصراحه يمشي لترجي الجنوب ياخذ فرصته خير. نعرفوا للترجي الجرجيس والوضعيه نتاعو قاعد يربح في نقاط وقاعد يلعب في ملاعبيه، وشفنا الاعاره نتاع يوسف سنانه وين ردت الملاعب. اداره النادي الافريقي حريصه على اختيار الوجهه الانسب لادريس العرفاوي باش يضمن تطوره الفني، حيث اشترطت اداره فريق الاحمر والابيض على الفرق المهتمه بخدماته منح فرصه اللعب اساسي طيله الموسم حتى تكون الاعاره فرصه حقيقيه لاكتساب الخبره والتجربه على اعلى مستوى. من ناحيه اخرى اكد الاطار الفني ان الحارس ادريس العرفاوي هو الحارس الثالث، وان حراسه المرمى في النادي الافريقي باش تكون بين غيث اليفرني ومهيب الشابخ، وهذه اكبر غلطه يعملها النادي الافريقي. ماهوش جول نتاع كاتيجوري 3. ادريس العرفاوي يفوت مع الاسف بالنسبه لي انا فنيا تكنيكمون ادريس العرفاوي يفوت غيث اليفرني ومهيب الشامخ. بالنسبه للاصابات نعرفوا انه اصابه حسام بن علي باش ياخذ راحه مبدئيه بين جمعتين وثلاثه جمعات، وبالتالي باش يغيب على مباراه نهار الاحد ضد فريق نجم المتلوي. كيف باش نحكي على شويه على الملاعبي سيدو خان كان بعيد لفتره قليله على الميادين، رجع فيما يلعب. فما بطبيعه فئه حكمت عليه بالفشل ومواطن وكل لغه، هذه الفئه اللي ماهيش باش تخلينا نقدمه بصراحه، خليه يلعب 3 اطراح على بعضهم وحكموا عليه تقريبا. الملاعبي لازم ياخذ فرصته، وقلت قبيلي انه لازم شويه ريتم في ساقيه. المدافع المحوري مكرم الصغير اللي مشى اعاره لترجي الجنوب واللي قدم في الاضافه لترجي جرجيس معناها نقطه انا باهت فيها كالعاده واللي النادي الافريقي متميزه فيها مع الاسف بامتياز، اللي هو انه تمت اعارته لترجي الجنوب والعقد نتاعو ينتهي في جوان 2026. معناها بمجرد انتهاء الموسم الرياضي الحالي باش يولي اللاعب مكرم الصغير حر من كل ارتباط، وتنجم ترجي الجنوب تاخذه مجانا وباش يغادر النادي دون مقابل مادي، معناها دون مقابل نادي وابن النادي ومن غير
تستنفع منه ماديا، معناها شيء يوقف المخ. وبعد نلقاوه في الاسبيرونس ونلقاوه في الليتوال ونلقاوه في الميستير، والله غريبه وشيء نطق بصراحه. انا وين مخ اداره النادي الافريقي كي تبعث ملاعبي كونتراتو نتاعو يوفى 2026 وتبعثوا اعاره، كيما هو جدد له حتى عام فهمتني وبعدها بعثوا اعاره. هذا كان كل شيء بالنسبه لحلقه اليوم. خلينا ارائكم في الكومنتات كالعاده، ما تنساوش باش تحطوا جيم للفيديو وتبارطاجيوه، وما تنساوش خاصه باش تحطوا ابوني للشان.